التحديث الجاي رح يكون مليان أغراض ومليان أشياء جديدة، أو بالعكس ممكن يكون مليان أشياء قديمة. كمل الفيديو وافهم شو رح أحكي لك. طبعا يا اسطى ما رح كتر حكي ورح فوت بالموضوع بسرعة، بس بدي منك تنزل تحط لايك وتشترك بالقناة. خلينا نوصل 60,000 مشترك في أسرع وقت ممكن. طبعا يا اساطير بكل بساطة كل السيرفرات وكل لاعبين فري فاير بدهم انه ترجع شجر الجوهر، وهذا الشيء اساطير سبب بحملة في احدى السيرفرات يا اساطير. كتير لاعبين وكمان كتير يوتيوبر عم يفتحوا ملف اساطير مثل ما انكم شايفين قدامكم، وعم يحكوا عن مطالب اللاعبين والاشياء اللي بدهم اياها تصير اللاعبين. طبعا يا اساطير من ابرز هي الاشياء حدث اعلانات الجواهر المجانيه يا اساطير. طبعا بس اللاعبين القدماء بيعرفوا انه يا اساطير قبل كان انت تقدر تحصل على كل يوم 15 جوهره بس من خلال مشاهده الاعلانات. كمان يا اساطير شغله ثانيه عم يطالبوا فيها اللاعبين واليوتيوبر اللي هي عن عوده شجر الهدايا. طبعا يا اساطير خليني احكي لكم شو بده يصير. طبعا يا اساطير الشيء اللي احكي لكم اياه مبني على اشياء انا بحثت عنها، وكمان بالاخير رح احكي لكم رايي الشخصي. طبعا يا اساطير اول شيء خلينا نتفق انه الاكيد فري فاير راح تنفذ على القليلة طلب واحد من هدول المطالب. طبعا اجى كتير مطالب مثل عودة كالهاري للرانكد اساطير، عودة الطائرة، وكمان كتير مطالب ما فيني اعدها كلها بفيديو واحد. ففري فاير على القليلة اساطير من ورا هاي الحملة ومن ورا هاي المطالب راح تحقق شيء واحد، والاغلب يا اساطير ممكن تحقق عودة شجر الجوهر، لانه اساطير حاطت نظام البند او نظام درجة الفخر. يعني اساطير اذا انت بدك تدخل على اللوبي ترجع تنسحب منه فرح ينقص من درجة الفخر، وهذا الشيء رح يبطل حدا يقدر يعمله لانه رح يتبند حسابه. فممكن شركة فري فاير ترجع شجر الجوهر وتضمن انه اللاعبين لما يدخلوا على اللوبي ما رح ينسحبوا. وبالنسبة لصوتي لحدث الاعلانات اذا ممكن ترجعه فهذا الشيء احتمال كتير كبير، لانه اساطير اذا فري فاير رجعت الاعلانات على اللعبة فرح تجي شركات على شركة جارينة وتدفع لها فلوس مشان تحط لها الاعلانات باللعبة. صح فري فاير رح توزع جوهر بس بالمقابل رح تكسب فلوس من الشركات الراعية او من الاشياء اللي بدها تحطها بالاعلانات. يعني ببساطة اساطير ممكن تيجي العاب صغيرة وتروح على شركة جارين تدفع لها فلوس بس مشان يحطوا اعلانات بلعبة فري فاير، بيصير لاعبين فري فاير لما يشوفوا الاعلانات يروحوا ينزلوا اللعبة. او يا اساطير ممكن شي فنان لما ينزل اغنية كمان يدفع لشركة جارين فري فاير فلوس مشان تحط له جزء من الاغنية بالاعلانات يا اساطير اللي بدها تحطها فري فاير باللعبة. فاذا بدنا نحسب لمصلحة الشركة يا اساطير فهو عودة حدث الجوهر باعلانات اساطير كتير رح يربح شركة جارينا فلوس. فيا اساطير انا بقول بنسبة 70% يا اما فري فاير رح ترجع الجوهر على شجر الهدايا، او ممكن اساطير ترجع حدث الجوهر والاعلانات بس بطريقة معدل عليها وبطريقة مختلفة. فيا اساطير انا بدي منكم تستعدوا لانه التحديث الجاي او اللي بعده راح يتغير شيء بفري فاير، لانه الحمله اللي عم تصير على شركه جايين فري فاير مو من سيرفر واحد او اثنين، من كتير سيرفرات اجنبيه. وفري فاير بالاخير ما بدأ الا راحه اللاعبين واستمرار اللاعبين باللعب. فلما تشوف انه المطالب موحده اساطير وكتيره فعلى القليل لازم تنفذ طلب واحد منا مشان اللاعبين يضلوا يستمروا بفري فاير، او على القليل مشان يرجعوا لفري فاير. طبعا يصير هذا موضوع كتير مهم وكتير كبير، اذا بدي احكي فيه ما راح اخلص بفيديو واحد. بس اذا بدكم اعمل لكم جزء تاني واحكي لكم اكثر وصلوا هذا الفيديو ل 1000 لايك. فبشوفوا جديد والسلام عليكم.